السلام عليكم. هنتكلم برضو عن شيرين، المحامي بتاعها ياسر قنطوش. صلى على النبي وكل من النبي صلي عليه، ويلا نحكي الحكاية. احنا عارفين ان شيرين الكلام عنها ما بينتهيش، طول الوقت بنتكلم على شيرين. بس يا خسارة، يا ريتنا بنتكلم على شيرين على اغانيها الجديدة ولا حفلاتها اللي مكسرة الدنيا. لا، بقينا دلوقتي بنتكلم على شيرين على مشاكلها وازماتها اللي ما بتنتهيش. شيرين بعد اللي حصل الفترة الأخيرة من مشاكلها مع حسام اللي كانت مقطعة الدنيا ومحاضر ومحاكم وكلام من هنا ومن هنا وحاجات بصراحة يعني مش حلوة خالص. فجئنا الفترة الأخيرة بعودة حسام لشيرين، في ناس بتقول حصل وناس بتقول إشاعة. المهم، خرجت من كام يوم شيرين برضو كالعادة في ثورة غضب من ثوراتها، وقالت إن هي بتلغي كل التوكيلات اللي عاملاها للمحامي بتاعها ياسر قنطوش. وكمان وجهت له رسالة شديدة اللهجة وقالت له: لو طلع منك أي كلام عليا سواء بالسلب أو حتى بالإيجاب أنا هقضيك. خلاص العلاقة بيني وبينك انتهت وكل واحد راح لحاله. دلوقتي مفيش بيني وبينك أي حاجة، وهتتكلم عن لساني او تدي اي تصريحات خاصة عني، خلاص الشغل بينا انتهى. وكانت رسالتها صعبة وكانت خطيرة وكانت بصراحة مش حلوة خالص. في حين ان الاستاذ ياسر قنطوش التزم الصمت ومعلقش على قرار شيرين والتصريح اللي طلعت قالته، اللي كان يعتبر يعني بيمس بكرامته وبيمس بكونه ليه علاقة بيها وطيدة جدا، وبقاله سنين هو المستشار القانوني بتاعها. تمام، كل كده ماشي ماشي. النهارده بقى اسمعوا اخر الاخبار. شيرين نزلت تصريح وقالت: اللي حصل بيني وبين الاستاذ ياسر زي ما بيحصل بين الاخوات، احنا اتشكلنا وتصالحنا تاني، وهو هيفضل المحامي بتاعي وانا هفضل موكلته، وهو احسن واحد مسك لي كل اموري لغايه دلوقتي. وان اللي حصل بيني وبينه هو سوء تفاهم عابر، وهو اكتر واحد قابلته لغاية دلوقتي بيخاف على مصلحتي وبيخاف على كل اموري. واللي حصل بيني وبينه زي اللي ما بيحصل بين الاخوات، ده حتى يا جماعة المصارين في البطل بتتخانق. واوضحت كمان وقالت: هو راجل عنده ضمير وبيخاف على حقوقي، عشان كده لا يمكن ابدا الغي توكيلاتي اللي عنده. وإن الاختلاف في وجهات النظر أحيانا بيسبب بعض المشكلات البسيطة، بس إحنا إن شاء الله هنقدر نتداركها ونحلها سوا. ده اللي حصل بيني وبينه مؤخرا، وعايزة أوضح لكل جمهوري ومعارفي وأصدقائي إن الأستاذ ياسر هيفضل المحامي بتاعي والمسؤول عن كل حاجة قانونية خاصة بيا. أصدقائي، دي كانت أختكم همسة، وكانت نبذة صغيرة عن شيرين وأمورها التي لا تنتهي. من فضلكم ادعموا قناتي باللايك، بالاشتراك في القناة عشان أقول لكم كل جديد. شكرا جزيلا.